أهلا بكم من جديد متابعين الصباحات السودانية في كل مكان، والحديث عن الصباح الموروث الشعبي والسوداني وكيف أنه نحافظ عليه ونوثق له من خلال الأفلام الوثائقية ومن خلال الأعمال التلفزيونية اللي بتكون مهمة ومفيدة بشكل كبير جدا. من في الكنترول يا تسنيم مشلخ عندها شلوخ أو كنترول؟ كنترول الآن؟ الكنترول ما في زي مشلخ أصلا في الآن، لأن دي تفاصيل هي كانت خاصة ولا في ما عندنا زول في القناة عنده شلوخ، ما في إلا في ذاكرتنا جوانا حبوباتنا وجدودنا والتفاصيل السمحة اللي كانت زمان في السودان. مهم جدا إنه يكون في جوانب خاصة فيما يخص صناعة الأفلام أو حتى الأفلام الوثائقية اللي هي دائما حريصة جدا إنها هي تكون مركزة على الجوانب حقتنا السمحة، موروثنا السوداني، عاداتنا، تقاليدنا، بتفاصيل جميلة جدا هي بتشبه بس السودان. احنا سعيدين جدا إنه يكون معنا داخل الاستوديو واحد من المخرجين الشباب اللي دايما مهموم جدا وحريص انه يصور السودان بطريقه جميله جدا، يشتغل افلام ويسافر برا السودان ويعرض الافلام وياخذ حتى كل التفاصيل اللي هي ممكن تكون عندها علاقه بانه خلينا نقول زي المدلولات عشان ما يقدر يواصل في انه هو يقدر يتحمس ويقدر يطلع اجمل من الاعمال اللي هو قاعد يعملها. سعيدين جدا يكون معنا مخرج سامي حدابي داخل الاستوديو. صباح النور وصباح السعاده وصباح القلق عليك. الله يخليك. صباح الشلوخ. صباح الشلوخ. ليه بس الصباح؟ صباح مرحبا بك يا سامح. وتحدثنا عن الشلوخ، المطارق والعارض وال111 والتي والسلم، بنشوفها عند ابهاتنا وحبوباتنا، ويمكن ده اخر جيل الان هو بتتوفر عنده الاشياء دي. ونشوف في صور كثيره وثقت للشلوخ كعاده سودانيه موجوده، لكن اصبحت تندثر لغياب هذه العاده. شنو الهدف كان من الفيلم الوثائقي الشلوخ اللي انتم انتجتوه عن الموروث الشعبي المعروف بالشلوخ؟ والله حقيقة الفكرة انه زي ما انت قلت يمكن هي ابتدت تندثر يعني، ويمكن نحن بنعايش اخر جيل الان يعني، حبوباتنا وجدودنا ويمكن ابائنا يعني دير اخر جيل يتشلخوا. فجاءت الفكرة انه والله يا اخي نحن لما نوثق للناس ديل وناخذ افادات من ناس حقيقيين يتشلخوا. وقد كانت الفكرة في انه تتوثق، ورجعنا للتاريخ لورا واستضفنا ناس وتكلمنا مع ناس هم اصلا مشلخين وتكلموا عن تجاربهم نعم الشخصية مع الشلوخ. فكانت الفكرة في انه التوثيق لاخر جيل الان. هو طبعا في بعض المناطق لسه ما زالت تشلخ يعني. طيب سامح، احنا هنشاهد مع بعض جزء من الفيلم، لكن قبل ما نطلع عايز اعرف انه صعوبة العمل لما انت تدمج ما بين الديكو دراما وكمان الجانب اللي هو بتاع الافادات اللي انت ذكرتها او الجانب اللي هو العام، صعوبة العمل ده ممكن يكون كيف؟ والله هو الربط مهم جدا. ونحن اصلا الفكره للفيلم ما نحن في السودان عارفين الشلوخ وبنشوف الشلوخ واي زول عنده حبوبته مشلخه، لكن الشلوخ اللي برا السودان قد تكون فكره مختلفه شويه. الناس بيشوفوها ما فاهمينها. فنحن عملنا جزئيه دراميه هي كانت عباره عن انترو للفيلم، محاكاه نعم. ايوه، وكانت تتمثلت وهي عباره عن شغل مايم، واشتغلنا فيه شغل شويه كثير لانه اهتمينا بالمؤثرات الصوتيه اكثر. نعم. والجزئيه دي اشتغلنا فيها المؤثرات الصوتيه عباره عن صناعه، يعني اشتغلناها سينما. صح. وعملنا فيها تشويق للانسان اللي بيحضر المشاهد انه هو لازم يحضر الفيلم الشلوخ. فوثقنا شغل مايم دراما، وكان هو عباره عن انترو مدخل طيب. للفيلم. انت شوقتنا لانه نشوف مع المشاهدين فيلم الشلوخ. من ثم نعود لك من جديد نشوف منه مجموعه من اللقطات، من ثم نعود نتابع. احنا سعدنا جدا بكل الملامح اللي شفناها، وده جزء يمكن من الفيلم. وحقيقي يا سامح وممكن ظاهر جدا انه هو عمل متعوب عليه، وظاهر جدا انه انت قدرت تركز على كل التفاصيل من ناحيه الاضاءه، من ناحيه المؤثرات البصريه زي ما انت ذكرت. عايزين نعرف برضو اكثر عن الناس اللي شاركت في العمل ده. اكيد اي عمل طبعا بيحتاج انه الناس تكون مساهمه فيه عشان ما يقدر ينجح. هو نجاح الفيلم حقيقه نجاح متكامل لكل اللي شاركوا في الفيلم يعني. اخونا بدايه ضياء الدين عبد الرحمن، وهو السيناريست وهو اللي كتب النايريشن وهو الفكره بتاعت الفيلم خدتها. بعد ذاك اخونا امجد صلاح مصور، هو كان مدير التصوير والاضاءه. معنا اخونا علي في الاضاءه. برضو جبنا اخونا عمر للديكور، لانه كنا دايرين
زول متخصص للديكور تمام. ياخذ الاحساس بتاع السودان القديم. معنا مساعد مخرج نبيل حسن ساتي. وشكر خاص برضو لاخوتنا الزول الصوت الجميل لمياء متوكل. لمياء متوكل لها تحيه في الصباح بالتاكيد. وبرضو كان في جهد برضو من المنطقه، احنا صورنا الجزئيه الدراميه دي نعم. في منطقه الخجلاء. وبرضو شكرناهم وبنشكره الان على انهم يعني يوقفوا معانا وساعدونا كثير جدا في التصوير وكده. فحقيقه الحاجه تيم. حتى نحن اشتغلنا بعد ذاك كلر كوريكشن، اخونا معاذ في المونتاج، اخونا براق سليمان، مجموعه من الشباب. حقيقه كان عباره عن تيم ويرك، هم كلهم لهم بصماتهم ولهم نجاحهم في الفيلم. نعم. طيب سامح، يمكن يعني في ناس كتار لما نشوفوا مواد زي دي بيقول لك والله ده جزء من موروثنا. شنو المعالجه اللي كانت داخل الفيلم عشان ما الشباب يعرفوا والله الجيل الفائد كان الاوشام المعينه او الشروخ المعينه ترمز لاشياء قبليه او كان بترمز لمناطق او جهات جايه من الناس؟ شنو الرساله اللي كان موجوده داخل الفيلم من خلال المعالجه الدراميه والوثائقيه؟ حقيقه من المعالجه الوثائقيه انه في جيل الان وخارج السودان ما فاهم هي الشلوخ شنو، والشلوخ هي حتى في ناس بيعتبروها تشويه. في ناس بيعتبروها تشويه طبعا، صح، لانه ما عارفين. وهي طبعا الاصل تشويه يعني هي الاصل تشويه، لكن في النهايه هي عاده سودانيه غنوا لها والناس كانوا بيحبوها، يعني بالعكس هي كانت بتحبها يس، لكن في زمن يمكن في زمنها كانت كده، ولكن يمكن كانت برضه مرفوضه. يعني احنا يمكن في الفيلم في اثنين رافضين الفكره تماما، يعني هم مشلخين، لكن كان موروث، كانت عنده علاقه بالهويه السودانيه. مثلا الرجال كان بيتشلخوا في عمر صغير جدا، يعني حتى ما بيذكروا انه هم 200 يتشلخوا، الواحد بيقوم بيلقى نفسه مشلخ، بعكس النساء. يعني النساء بيتشلخوا في سن عمر 9 سنه 8 سنه. ليه؟ للتجمل والزينه، لانه خلاص بعد ده دي فتره بتاعت زواج، وهي كانت مربوطه بالجمال. صحيح. كل ما كانت متسعه وكانت عريضه. شعراء كثير غنوا شعراء كثير غنوا طيب للمشلخين. سامح، اكيد هو تاريخ الشلوخ زي ما انت هسه ذكرت فيه تفاصيل عميقه واي حاجه، عشان انت تقدر توثق للحاله دي بصوره كامله. اكيد كنت محتاج مثلا خلينا نقول زي الباحث عشان ما يقدر يديك التاريخ الحقيقي للشلوخ. استعنت بمنو في الجانب ده؟ حقيقة أخونا كان قلت لك هو عبارة عن تيم ورك، يعني يمكن أنا وأخونا ضياء نعم. كنا القايمين على الموضوع ده، هو بحث وأنا بحثنا لغاية ما قدرنا وصلنا لكننا رجعنا لمراجع، مشينا الباحثين، مشينا حتى وزارة الإعلام، مشينا وزارة الثقافة، حتى في بعض الصور إحنا أخذناها من وزارة الإعلام عندها علاقة بالهوية السودانية القديمة وبالسودانية المشلخين. من الشخصيات يمكن احنا بنشوف في شخصيات كثيرة جدا سودانية مميزة بالأوشمة أو بالشلوخ يعني بتاعتها. مين كانوا من الشخصيات اللي انتم وثقتوا لها وظهرت صورهم داخل الفيلم؟ نحن وثقنا ل3 شخصيات. دكتور إبراهيم دقش، نعم تحية، والأستاذة زينب بليل. يا سلام، روائية معروفة وشلوخة سمحة يعني. يا سلام، طلتها سمحة وابتسامتها سمحة. طبعا وروحها برضه سمحة. ووثقنا من شرق السودان للشاعر بيات هو شاعر برضه، وهو يمكن هو اصغر عمرا من الناس دي، لانه هم يمكن في شرق السودان ما زالت العاده قليله، يعني ما زي ما يعني بيات عمره اقل سنه من طيب عايزين نقيف اكثر على الجانب ده ونعرف تفاصيل الافادات من الزوايا، نقيف اكثر على العمل ذاته. نعم. العمل اللي احنا اشتغلنا 3 شخصيات دي مختلفين، يعني كل واحد اشتغلناه براو. في ناس زي ما اشتغلنا لها في بيتها. دكتور دقش اشتغلنا له في مكتبه. والثالث اشتغلنا له عندنا في المكتب يعني. لكن ظاهر كان جدا اللي هو السيم كان واحد، طبعا كانت الشكل واحد، الإضاءة شكلها واحد تمام. حتى الخلفية كانت بلاك. يعني حاولنا نشتغل بستايل عالمي شوية، بحيث انه حتى الفكرة انه الفيلم يعرض خارج السودان ويشارك به في مهرجانات خارج السودان.
طبعا العالميه بتحتاج انك تطلع من المحليه بتاعتك للعالم. طبعا برضو نقل الصوره دي للخارج، وذكرت المشاركه. هل فعلا عشان نشارك برا محتاجين لضوابط كثيره جدا؟ صحيح طبعا. لكن هل فعلا انتم كنتوا ملتزمين بكافه الاشياء فيما يخص انتاج الفيلم، عشان لو عاوزين تشاركوا به في الخارج تكونوا يعني بدرجه عاليه جدا من الضوابط المطلوبه؟ طبعا نحن نفتخر ان احنا السودانيين كل المخرجين الشباب نحن عندنا مخرجين شطار، عندنا سيناريست شطار، وعندنا مصورين شطار. قد تكون مرات الانتاج هو مشاكل للشباب، وبتكون مشكله عائق يقف قدام الناس، لان حقيقه الشغل التلفزيوني وانتم عارفين انه هو بيحتاج يعني بيحتاج تكلفه عاليه جدا في انك انت تقدر تواكب، ونحن عندنا القدره في اننا نحن نواكب، والحمد لله. يعني اساتذتنا استاذ سيف حسن ديل من الناس، سيف الدين حسن من الناس اللي جنوا جوائز قبل كده في مهرجانات عالميه قبل الاتش دي وال4K يعني. فنحن عندنا امكانيات، وعندنا المواد الخام في السودان، وعندنا الثقافات المختلفه واللي حقيقه هي كثيره جدا، والعالم ما بيعرفها يعني. محتاجين مواكبه اكثر. محتاجين مواكبه اكثر لكن في انا بالنسبه لي في التقنيات نحن مواكبين جدا، مواكبين جدا. طيب شنو بنقصنا يعني عشان ما انتج لي عمل محلي يطلع للعالميه ويشارك ويحرز جوائز؟ العزيمه. كون انت عندك عزيمه وعندك اصرار بانك انت تنتج وتشارك وتنجح، اكيد. حتى في القنوات الان، المهرجانات اللي بتقيمها في تونس وكذا، حتى القنوات السودانيه بتنجي جوائز ببرامج. قناه الشروق او السودان 24 لما تشارك هي برضه في النهايه بتنجي جوائز ببرامج. نعم. سامح، يمكن فيلم الشلوخ كان في 2015 انت انتجته، عايزين نعرف المرحله اللي ما بعد كده. طبعا لحد اللحظه انت بتحتفي بفيلم الشلوخ من مشاركات وكمان من لقاءات درة ثمينه، ايوه قد تكون عالميه. عايزين نعرف ما بعد كده والخطط المستقبليه فيما يخص جوانب التوثيق للموروث السوداني. دائما الواحد لما يعمل في كل المجالات الحياتيه انه هو يعمل حاجه كويسه، لازم مره جاي يعمل حاجه احسن من الكويسه. تماما. فنحن الآن إن شاء الله عندنا مجموعة من الأفلام الوثائقية اللي عندها علاقة برضو بالمجتمع السوداني وبرضو بالهوية السودانية، فنحن الآن بنجهز فيها، لكن حقيقة لسه ما بدينا فيها لأنها ما تخطت الأشياء بنفس الشكل يعني نحن الآن في نقول بفكرة على الهواء يعني. الآن في منطقة في السودان بحر بدون ذكر اسمه، هو كان من زمن الفراعنة يعني، وكان عنده عادات وتقاليد وموروثات، وكان الناس بيفتكروا فيه حاجة محددة، وهو موجود هنا ويمكن يعني على داخل الخرطوم، يعني ما خارج الخرطوم، لكن البحر ده هو موسمي بيظهر في الخريف، وكانت من زمن الفراعنة. فنحن الان بنعمل في حاجه عنه ان شاء الله، لكن ما نذكر اسمه جدا يعني. لا تمام، نحن عرفنا لك. هو خور معروف جدا خصوصا غرب من درمان اعتقد. بالضبط لا تقول اسمه عشان يعني حتحرق الماده بتاعته. احنا بنتمنى لك اكيد التوفيق في كل الحالات الجميله اللي انت شغال عليها، وزي ما انت قبل ذكرت جانب مهم السوداني مليان جدا بالعادات السمحه وبالتقاليد وبحتى كمان الموروثات اللي هي جميله ومحتاجه جدا انه يكون في شباب عندهم عزيمه واصرار عشان ما يقدر يوثق لكل الحالات الجميله دي، وكمان يقدر يسلط الضوء عليه. شاكرين لك جدا وجودك معنا، واكيد بنتمنى لك يوم مليان جدا بالحماس والطاقه الايجابيه. الله يخليكم واشكركم كثير جدا ان شاء الله. شكرا لك سامح حداد، المخرج التلفزيوني والموثق للعديد من الاشياء.